السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. بعض الأمهات اللي بتشتكي وتقول أولادنا عايزين تعديل سلوك، ندور على السبب الحقيقي بنلاقيه الضرب والشتيمة والإهانة وتقليل تقدير الذات. يعني إيه تقليل تقدير الذات؟ إن أنا بقلل ثقة الطفل بنفسه وبقلل اعتزازه بكرامته عشان بينه ببعض الألفاظ: أنت فاشل، أنت كذاب، أنت مش نافع، درجاتك أقل من ابن خالتك بنت خالتك، المقارنة الدايمة. وبعدين في الآخر نقول الطفل محتاج تعديل سلوك. الحقيقة ان الاب والام هم اللي محتاجين تعديل سلوك، ومحتاجين يعرفوا حاجات اكتر في التربيه. محتاجين يعرفوا ان التربيه مش بالضرب ولا بالاهانه ولا بالشتيمه. بعض الناس تقول ما احنا اتربينا كده واحنا مالنا، يعني احنا كده جاري لنا ايه، ما احنا كويسين. لا، احنا مش كويسين. احنا عندنا مشاكل نفسيه وعندنا مشاكل سلوكيه ومشاكل تربويه ومحتاجين حد يعالجنا. بس احنا عشان كبرنا دايسين على نفسنا ومكملين وعاملين نفسنا ما عندناش مشاكل، لكن الحقيقه عندنا مشاكل. وعلشان فعلا عندنا مشاكل نفسية مترسبة جوانا وعندنا ضغط شديد نتيجة المصاريف وغلاء المعيشة، تربية الأولاد، الضغوط في الشغل، الضغوط في المجتمع، بنقوم نطلع الضغط ده على الأولاد في هيئة زعيق أو صريخ أو ضرب أو إن أنا أنهره أو ما اسمعوش أو روح دلوقتي أنا مش فاضيالك. بعض الأمهات بتقول الجملة دي كتير جدا، خاصة لو هي شغالة في المطبخ والطفل جاي من المدرسة أو عايز يحكي لها حاجة حصلت له مع إخواته وهو بيلعب أو كده، تقول له انا مش فاضيالك دلوقتي. ودي اصعب جمله بيسمعها الطفل. ليه؟ لان انت لو مش فاضيالي امال انت فاضيه لمين؟ يعني المفروض ان انا ماليش في الحياه غيرك عشان انت امي تسمعيني وتفهميني وتقوميني. ولما تقولي لي روح دلوقتي خلاص الموقف اتنسى او برد او المعنى بتاعه ما بقالوش معنى خلاص. يعني مهما تنصحيني ومهما تقولي لي خلاص الموقف انا مش هتاثر بيه لان خلاص وقته راح. دي حاجه. الحاجه التانيه ان بعض الامهات اللي مشغوله بنفسها، سواء كان في المانيكير والباديكير والكوافير، الامهات بقى المرفهه، انما الامهات الغلابه زي حالتنا كده مشغوله في المطبخ والمواعين والشغل والطبيخ والكورسات والقصه دي. فما ينفعش ابدا ابدا الطفل يحس انه مهان بدرجه ان هو اقل عندك في الاهميه من شغلك او كورساتك او مانيكيرك وباديكيرك وكوافيرك. لا، لازم الطفل يحس ان هو رقم واحد في حياتك بعد باباه. يعني بابا ده التوب بتاع البيت، انا بقى رقم واحد بعد بابا. عايزه اقول لك كمان ان الطفل بيثق جدا في راي الاب والام. يعني لما تقولي له انت فاشل وتكرريها خلاص بقت بوستر ولوجو في دماغه، اتبرمج على كده واتسيستم على كده وعرف ان هو فاشل. مهما تقولي له مهما تعملي له خلاص انت اللي قلتي له انك فاشل وهو بيصدقك وواثق في رايك. اما لو قررتي الرساله الايجابيه: شاطر، برافو عليك، انت ناجح، انا بحبك، تقدر تعملها، ايوه والله ما حد يقدر يعملها غيرك، انت تعرف انا لولاك ما كنتش عملت الحاجه الفلانيه دي، مره في مره في مره بيصدق نفسه. والعلماء قالوا ان الرساله لو اتكررت وعدت على المخ 5 مرات المخ بيصدقها وبيعتقد فيها وبتبدا الجوارح تتاثر بيها ويبدا السلوك يتغير مع الفكره الجديده اللي اكتسبها الطفل. انا افتكر وحد من ولادي في الثانويه العامه دخلت اشوف قصص الطلبه بتوع الثانويه العامه واسرار تفوقهم الدراسي عشان اقدر اساعد ابني. لقيت طبيب بيقول انا لحد تانية ثانوي كنت فاشل وفاشل جدا ومعروف كده في وسط اصحابي ان انا مفقود من الامل. لحد ما جيت ثانويه عامه لقيت هو والده متوفي، لقيت والدتي بتديني اهتمام جامد جدا وجابت لي مدرسين في الصيف علشان يأسسوني في منهج اولى وتانية ثانوي قبل ما اطلع تالتة ثانوي. ولما طلعت تالتة ثانوي هيأت لي الجو جدا وقالت لي انت دكتور المستقبل، انا واثقه فيك وانا بكلمكم من العياده بتاعتي وبشكر امي اللي غيرت مصير حياتي وادتني ثقه في نفسي وحسستني ان انا فعلا ناجح. وفعلا انا نجحت بعد ما صدقت امي لما قالت لي انت ناجح. يا ترى نقدر نكون النقطة المضيئة في حياة أولادنا واللمبة اللي بيمشوا على ضوءها علشان يوصلوا لأهدافهم، ولا إحنا المعول اللي بيكسر أهدافهم ويكسر أحلامهم ودايما يفكرهم برسائل تحبطهم وتفكرهم إن هم مش هيقدروا يعملوا حاجة مهما حاولوا لأن هم فعلا في نظرنا لا يسووا شيء. حاولوا تكونوا نقطة الضوء اللي أولادكم بيبحثوا عنها، حاولوا تكونوا الذكرى الجميلة في حياتهم علشان يدعوا لكم دعوة حلوة ويقولوا رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. التربية مش أكل وشرب، دي اسمها رعاية، لكن التربية إعطاء قيمة وإعطاء مفهوم وتقدير الموقف وتقدير الإنسان اللي قدامك إن هو راجل المستقبل أو أم المستقبل اللي هتربي أسرة وتدعي لك وتقول أم ربتني كده، أو يربي أولاده ويدعي لك ويقول أمي علمتني كذا. علميهم حاجة يدعوا لك بيها وتكون صدقة جارية لحياتك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من ضمنهم
أو ولد صالح يدعو له. ربي الولد الصالح وخليكي أم ذكية ومربية شاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.